السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن بكر من شركة ايفن ديزاين. بفضل الله معانا النهارده استلام بيت جديد في منطقة الغربية. الحمد لله احنا النهارده المفروض فيديو استلام، وان شاء الله بإذن الله هنحاول ان احنا برضو في الفيديو هنا ندي معلومة مفيدة للي بيتفرج علينا. برضو مش مجرد ان احنا استلمنا، مش مجرد ان احنا بنوريكم المراحل بس، لا هنبتدي ان احنا نعمل معلومة مفيدة لكل اللي بيتفرج. دلوقتي النهارده البيت من بابه خالص، تمام، احنا استلمناه على المباني، استلمنا البيت بجنينه كده، وفي هنا غرفه برضه، احنا استلمنا البيت كده على المباني. بدايه شغلنا سباكه وكهرباء، تمام. النهارده في الفيديو ده هركز على الكهرباء وهدي معلومه سريعه عن السباكه. طبعا البيت هنا زي ما انتم شايفين كده، هشرحه الاول برضه، تمام. عندنا في هنا مجلس برضه زي ما انتم شايفين كده، مجلس موجود هنا، تمام. وعندنا في هنا زي حته جنينه كده، وعندنا برضه في هنا هيبقى لسه احنا طبعا ما صممناش لسه الواجهه ولا السور، ولا احنا كل تصميمنا الداخلي فقط. فاحنا تركيزنا برضو في الفيديو ده على الشغل الداخلي فقط، تمام. زي ما انتم شايفين كده الواجهه موجوده معانا، وزي ما انتم شايفين المكان ده حابب ان انا انوه عليه في اكتر من حاجه، لان هشرح لكم برضو المكان ده هنستفاد منه بايه، تمام. طيب طبعا انا معلومه برضو للي عايز يعرف، لو عندي بيت رئيسي عايز اوصله كهرباء ازاي؟ طب ابتدي منين؟ طب اعمل ايه؟ طب ايه الاحتياطات اللي انا المفروض اعملها؟ تمام. هشرح لكم زي ما انتم شايفين كده بدايه الكهرباء بادئه منين وعامله ازاي ونظامها ازاي، تمام. عندنا زي ما انتم شايفين كده بدايه الكهرباء بتاعتي هتكون بدايتها من المنطقه اللي انا هوريها لكم دي بالظبط، اللي هي المنطقه اللي جايه من العمود. طبعا احنا قلنا في الغربيه في بيوت ارياف برضو نعرفكم الكهرباء بتبقى ماشيه ازاي. عندي شادد من العمود شده، تمام. وعندي الكوابيل هنا هي دي الكوابيل اللي هتغذي البيت، تمام. انا بعمل ايه؟ بشد ماسوره اشد فيها الكوابيل الرئيسيه. طبعا انا واخد السلكين دول بس عشان اشغل الدنيا، انما الشغل بتاعنا لسه ما كملش، ولكن انا بعرفكم انا هعمل ايه. هشد ماسوره من الكوابيل هنا وازرعها في الحيطه، تفضل ماشيه معايا، تمام، رايحه للمنطقه اللي انا وريتها لكم، اللي هي المنطقه اللي ورا الاوضتين اللي موجودين دول، تمام، اللي هي المنطقه اللي موجوده هنا. يبقى احنا عرفنا ان احنا جايين من العمود، هنمر على الاوضه دي، هنعمل اوضه هنا صغيره هنحط فيها جنريتور. الجنريتور ده فايدته لما الكهرباء تقطع جوه البيت هبتدي اشغل الجنريتور، تمام، يديني كهرباء. طيب افرض انا قاعد جوه البيت والكهرباء قطعت، هنعمل نظام سمارت بحيث ان احنا نوصل كابل كنترول للمنطقه هنا برضو، بحيث لما الكهرباء تقطع يحول نفسه بنفسه من غير ما اهل البيت ينزلوا. يبقى بالراحه كده واحده واحده، انا جيت من العمود وصلت للجنريتور، من بعد الجنريتور همشي بنفس الكابل الرئيسي بتاعي، يا اما تغذيه رئيسيه 16 مللي نحاس، يا اما ممكن اعملها 25 المونيا سويدي اصلي برضه. لو جينا، تمام، احنا داخلين كده البيت الرئيسي، جينا طبعا من عند الجنريتور وقبلها من عند العمود وصلنا للوحه الرئيسيه. هاجي من جنب من اوضه الجنريتور هوصل الكهرباء بتاعتي باللوحه اللي موجوده هنا، دي لوحه 6 عداد زي ما انتم شايفين. طبعا البيت عندي زي ما انتم شايفين، وده اول معلومه هنستفادها، ان البيت عندي اصلا مش محتاج ال6 عدادات، ولكن انا بعمل دايما في كلامي، انا راجل مهندس شغال في البيت، لازم اعمل احتياطاتي لكل حاجه ممكن تحصل قدام، وازود عليها كمان حاجات العميل مش واخد باله منها. عندي لوحه ب6 عدادات وانا عندي لسه عداد واحد بس، تمام. ده اول نقطه. وصلت وزعت، بعد كده انا اللي عامل الصاعد الرئيسي اللي موجود ده، اللي باللون الاسود ده طالع لفوق، تمام. الصاعد ده طالع لفوق، يبقى انا كده الصاعد الرئيسي طلع عندي لفوق، تمام. تعالوا اوريكم اكمل لكم الصاعد فين قبل ما اكمل لكم التغذيه الثانيه. زي ما انا قلت ان احنا عندنا 6 عدادات وانا عندي دورين بس، ده دوبلكس، تمام. البيت ده دوبلكس وفي سلم خارجي للشقق اللي بعد كده. انا عملت ايه؟ عملت ده 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام، 8 مواسير صاعد رئيسي للبيت، بحيث ان هو بعد كده حابب ان هو يطلع بعد كده. الصاعد اللي جنبه ده صاعد اسمه صاعد خدمات. صاعد الخدمات ده هنشرح لكم برضو مربوط منين دلوقتي، بس افتكروا ان صاعد الخدمات بادئ من الدور العلوي هنا، وانا هشرح لكم ليه. احنا دلوقتي قلنا ان احنا طلعنا من اللوحه، واللوحه طلعت لفوق وابتدت تغذي جميع الادوار. في دور في ظهر اللوحه، دور اللي في ظهر اللوحه واخد له خرطومين هما، تمام، بغذيين جوه في ظهر اللوحه. السلم سريعا، احنا بنعمل ايه في السلم؟ طبعا احنا عرفنا كده وصلنا كهرباء جوه البيت، وعرفنا كده هنوصل كهرباء جوه البيت ازاي. السلم سريعا بعمل فيه ايه؟ السلم سريعا طبعا
اول ما اطلع من على السلم عند الاناره الرئيسيه. الاناره الرئيسيه برضو مربوطه بالديفيتير هنا. الديفيتير ده مربوط بالاباليك اللي موجوده على السلم، بحيث وانا طالع انور طول ما انا ماشي، انور وانا طالع لحد بره. تمام. طيب برضو عندي ابليك هنا، عندي برضو مفتاحه هنا. كل ده تبع التصميمات بتاعتنا وتبع الشغل بتاعنا برضو. تمام. طيب وانا طالع طبعا فوق في ديفيتير اقفل النور، وانا النور اللي موجود هنا اقفله من فوق. طيب ده خلصنا موضوع السلم باللوحه الرئيسيه. ندخل دلوقتي على الدوبلكس من جوه. تمام. نشوف مشينا كهربتنا ازاي كلوحه رئيسيه وكلوحه برضو خدمات. انا داخل كده من باب الرئيسي بتاع الفيلا. عندنا هنا دي اللوحه اللي انا بقول لك جايبين لها من جوه، دي اللوحه الرئيسيه هنا في نص السلم. داخله هنا جايبه اللوحه الرئيسيه اللي بتدي الدور الارضي. الدور الارضي لوحه التغذيه، الخراطيم بتاعتي مغذيه الدور كله بالاماكن بتاعته، مغذيه طبعا. ما شرحتلكوش طبعا المكان هنا عامل ازاي. عندي هنا ريسبشن كبير زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بكمل هنا بدخل على زي في هنا سفره. انتم شايفين التصميم دلوقتي في سفره هنا، وتحت السلم هنعمل شكل ديكوري برضو. وعندي مطبخ مفتوح على المنطقه دي، وعندي طبعا زي مصلى هنا مستواه اعلى من المستوى اللي بره. تمام. وعندي المطبخ زي ما احنا قلنا موجود في المنطقه دي. تمام. طيب عندي برضو على الموضوع على الجزء الشمال عندي في حمام ضيوف. تمام. وحمام الضيوف عندي في غرفه برضو ضيوف للمكان موجود هنا. تمام. طيب احنا طبعا زي ما شرحنا كده طبعا ده الدور الارضي. تمام. عرفنا دلوقتي ان احنا جينا من اللوحه مغذيه بقى اللينيات الرئيسيه. طبعا مش هشرح قوي شغل اللي جوه، انا بس حبيت اوضح معلومه ازاي ان انا اوصل من جوه لبره. انما الشغل اللي جوه طبعا كله اساسي معانا، ان احنا بنحط الاناره الرئيسيه بتاعتنا وكشاف الطوارئ فوق وبريزه تحت، بنحط الشاشه مجموعتين، مجموعه الشاشه بارستين فوق وبارستين تحت. عندنا الاباليك في كل مكان زي ما انتم شايفين. عندنا البرايز فوق الركنه زي ما انتم شايفين. عندنا خرطوم الشطر موجود. تمام. كل ده عندنا مخارج الجبسون بورد موجوده فوق زي ما انتم شايفين. تمام. ده مثال واضح لكل الشغل بتاعنا. عندنا في هنا بانوهات، ونقف وقفه شويه عند الحيطه دي. اي حيطه فيها ديكور لازم تتقسم وتتوزع من الطوب الاحمر. نصيحه مني لحضراتكم، سواء كنت مهندس او كنت عميل فاهم عايز تشتغل لنفسك، وزع بانوهاتك ووزع ديكوراتك كلها وانت على الطوب الاحمر. عندنا في هنا بانو العلبه والابليك في نفس المستوى بالظبط. العلبه والابليك في نفس المستوى بالظبط. هتعرف العلبه دي جايه في البانو ازاي عشان ما تقطعش البانوهات بالظبط. تفاصيل كتيره جدا مش عايز اخش فيها، ان انا عايز ادخل دلوقتي في الحاجات الرئيسيه بس، اللي هي ازاي اوصل وازاي اغذي بيت رئيسي معايا. انا طبعا غذيت اللوحه الرئيسيه. تمام. واللوحه الرئيسيه وزعت لينياتها على الفراغات زي ما انتم شايفين. اللوحه الرئيسيه وزعت لينياتها. اللوحه الرئيسيه بتاعت الدور واخده من اللوحه الرئيسيه بتاعت العماره. اللوحه الرئيسيه بتاعت العماره واخده من الجنريتور واخد من الشارع من بره. تمام. طيب في لوحه هنا تحت السلم زي ما انتم شايفين كده. تعالى كده يا احمد قرب هنا. في لوحه هنا تحت السلم زي ما انتم شايفين. اللوحه دي حوالي متر في 60. اللوحه دي هحط فيها ايه؟ اللوحه دي رابطه بالخدمات كلها، رابطه بين الخدمات الدور، ورابطه ما بين الجنينه والجنريتور، ورابطه ما بين اي جهاز سمارت في البيت كله. اللوحه دي باخد منها بطلع فوق. لما قلت لكم الخدمات موجوده فوق وهنشوفها جايه منين. الخدمات اللي موجوده في الدور الاول علوي واخده من اللوحه اللي تحت السلم. تمام. اللي تحت السلم فيها خدمات طالعه لحد فوق، وانا عندي الخدمات بتاعه الدور دي متوزعه من اللوحه دي. تمام. طيب احنا دلوقتي وزعنا زي ما انتم شايفين لوحه الخدمات، وزعت الدور الارضي برضو، ووزعت لبره ووزعت لفوق لوحه الخدمات اللي تحت السلم هنا. تمام. طبعا زي ما انتم عارفين احنا مش هنشرح تفاصيل كهرباء داخليه، هنشرح تفاصيل كهرباء خارجيه. تمام. احنا شرحنا برضو الاوضه اللي هنا. خلاص نطلع بقى بعد كده. طبعا احنا عندنا ديفيتير على السلم، طالما ده سلم داخلي فاحنا عندنا ديفيتير برضو على السلم الداخلي، وعندنا اباريك موجوده برضو زي ما انتم شايفين. ممكن في الدور اللي فوق اللي هنا ابتدي اشرح تفاصيل زياده شويه في الكهرباء الداخليه. الدور العلوي ده كله ريسبشن معايا. تمام. ده كله ريسبشن. عندي الدور العلوي فيه لوحتين، لوحه خطوط، ودايما بنصح لوحه الخطوط تكون بقاطع رئيسي. تمام. وعندي لوحه خدمات اهي موجوده فيها المشترك بتاعها وفيها الترانز وفيها كل التفاصيل بتاعتها. تمام. زي ما انتم شايفين اللوحه الرئيسيه دايما بتوزع لينيات رئيسيه على الفراغات اللي موجوده معانا. تمام.
زي ما انتم شايفين احنا عندنا اوضتين، اوضه يمين واوضه شمال، وفي النص زي كورنر كافي كده لسه برضو السباكه شغاله، انما الكهرباء الى حد ما انجزناها يعني. ده مثال بسيط لكل الاوض زي ما انتم شايفين. اول ما بدخل ده مثال بسيط لكل الاوض هنشرحه ببساطه عشان بعد كده نبقى عارفين كل الاوض ماشيه ازاي. طبعا دي تغذيه رئيسيه، عندنا باريزه تحت، وعندنا اناره رئيسيه هنا، وعندنا كشاف الطوارئ تمام طالع منه مخرج الجبس، عندنا مجموعه الشاشه، عندنا السرير لازم يتظبط بالظبط، والعلب بتتظبط بالظبط، والاباليك بالظبط، كل ده بيتوزع على حسب الفرش بالظبط. ده مثال واضح لغرفه ولكل الشغل بتاعنا. عندنا طبعا نظام ديفيتير من هنا لحد المكان ده تمام، والمكان ده المكان ده ديفيتير برضو زي ما انتم شايفين. الكوبري ماشي زي ما انتم شايفين، الخراطيم بتاعتنا ماشيه كويسه وواضحه زي ما انتم شايفين، مفيش في اي كوربات عاليه، مفيش في اي تنيات. عندنا في هنا كابل اتش دي في الغرفه، الكابل ده اتش دي، وهنا كابل اتش دي بحيث ان انا اعرف اوصل ما بين العلبتين اللي فوق والعلبتين اللي تحت تمام. ده مثال واضح لكل الغرف. عندنا في غرفه معموله بنفس الشكل، عندنا في هنا غرفه غسيل برضو، غرفه غسيل ممكن نوريها لكم برضو مفيش مشكله، كده كده الناس السباكه شغاله. عندنا في هنا غساله، في هنا غساله لسه برضو في تعديل بسيط كده، غساله ده هتيجي في المنطقه دي، وعندنا برضو محبسين رئيسيين، وعندنا برضو سخان، وعندنا برضو كل غساله لها البريزه بتاعتها مفتاحها اللي موجود فوقها. لو اتكلمنا قلنا على الصاعد اللي احنا كنا طلعنا شفناه في البدايه خالص، هو ده الصاعد اللي انا بتكلم عليه، ده كله طالع لحد فوق تمام. ده الاربعه دول اللي جايين من اللوحه الرئيسيه، الخدمات اللي تحت السلم طالعه تغذي فوق تمام. لو دخلنا على غرفه مثلا الماستر عشان نوريكم ان احنا ماشيين بنفس الاسلوب ونفس الطريقه، في حمام ماستر مش هنشرح السباكه او زي ما احنا قلنا عشان ما نخش في تفاصيل كتيره. عندي سرير هنا، عندي طبعا علب يمين وشمال، عندي مجموعه رئيسيه بتاعه التغذيه، عندي هنا الشاشه، عندي هنا التسريحه، عندي هنا الحمام، عندي هنا كل الكلام ده تمام، والاباليك وكل الكلام ده تمام. طيب احنا دلوقتي خلصنا يعتبر شرح المكان كتفاصيل وكديتيلز، كهرباء وتوصيل كهرباء رئيسيه. لو رجعناها بسرعه تاني هنقول ان احنا جايين من العمود جنريتور، الجنريتور يدي للوحه الرئيسيه، اللوحه الرئيسيه تدي للوحه اللي تحت واللوحه اللي هنا والادوار اللي فوق. طبعا الجنريتور متوصل بكابل كابل كنترول عشان لما الكهرباء تفصل تقلب لوحده. عندنا موفر برضو حاطين تحت السلم تحت موفر جهد برضو. عندنا نظام السمارت كله في المكان، حساسات حركه على السلالم ما قلناهاش برضو على 40 سم. عندنا نظام مفيش في اي حاجه في مشكله. هنا في برضو منوهات اتاخدت بطريقه حرفيه واتقسمت وخلص الكلام دلوقتي. خلاص الكلام اللي انا عايز اقوله ان انت لما تيجي تعمل حاجه كبيره زي كده لازم تبقى انت ماشي واحده واحده بنظام. ممكن في فيديو تاني ابقى اشرح موضوع المناسيب، ازاي مشينا المناسيب بتاعتنا من على الرصيف بره لحد هنا، من على الرصيف لحد هنا. ده برضو موضوع تاني عشان تعرف تاخد شغلك كل ده. استنوا تابعونا وشوفوا الشغل بتاعنا بيبقى ماشي ازاي وطريقته ماشيه ازاي بحيث ان احنا نقدر نفيد الناس. كان معكم المهندس عبد الرحمن بكر من الجوله الاولى من الشغل بتاعنا في الغربيه، وان شاء الله باذن الله برضو في موقع تاني معانا في الغربيه باذن الله. استنونا وشوفوا الشغل هيبقى عامل ازاي. اشوفكم على خير في الجوله اللي بعدها، في امان الله.